السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت عامل ايه؟ انا كويس وانت ان شاء الله كمان كويس. في الفيديو ده هيكون موضوع بسيط جدا صغير جدا، ممكن ما اخدش فيه كام دقيقة، بس هو مهم جدا جدا ويا ريت بجد تفهمه وكويس قوي على قد ما يبان لك بديهي، فحاول تطبقه على جوانب حياتك كلها. في مقولة اسمها ايه؟ الإجراءات يجب أن تتخذ كما هي، الإجراء يجب أن يتخذ كما هو، وأنا مؤمن بالمقولة دي جدا. مين اللي قالها معرفش ومش مهم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ايه هو الإجراء؟ ما هو الإجراء؟ الإجراء هو الفعل أو رد الفعل اللي أنت بتاخده ونتيجته متوقعة عشان تغير في مسار الأحداث بعد كده. تمام؟ يعني حاجة حصلت، حاجة وقعت، حاجة طارت، مش مشكلة ايه اللي هيحصل، فأنت عملت حاجة عشان تتحكم في الأحداث اللي هتحصل بعد كده، أو عشان تغير في الأحداث اللي هتحصل بعد كده، سواء لصالحك أو ضد غيرك أو لصالح غيرك. هقول مثال صغير هيوضح برضو انا قصدي ايه بالاجراءات. دلوقتي يا عم انا عندي، هنفترض ان الفيشه دي كوبايه ازاز، تمام؟ افترض وانا هحطها على حرف المكتب كده، فالكوبايه دي كونها موجوده على حرف المكتب كده هي ممكن تقع. فانا هنا تجاوزت اول اجراء، ان انا ما حطيتش الكوبايه في النص او حطيتها في نص المكتب بعيد عن الحواف عشان ما تقعش. فنفترض ان انا تجاوزت الاجراء ده وحطيتها على الحرف، ممكن باي حركه باي بتاع هوب وقعت الكوبايه اتكسرت وتناثرت كل مكان. خلاص انا يا عم عرفت ان الله حق وعايز اخد الاجراء. لا يا معلم، خلاص راحت عليه. ليه؟ لان دلوقتي الاجراء ده اتصعد وبقى المفروض تتخذ اجراء علاجي بدل ما كان اجراء وقائي. تمام؟ ازاي بقى؟ لان الكوبايه دي دلوقتي اتكسرت واتبعترت في كل حته، والازاز ده دلوقتي انت المفروض تلمه، وده اجراء اصعب من الاجراء اللي قبليه واخطر من الاجراء اللي قبليه، لانك ممكن تتعور مثلا وانت بتلم الازاز. طيب فرضا ان انت كمان تجاوزت الاجراء ده، يعني انت تخطيت الاجراء ده وما عملتوش، ايه اللي هيحصل؟ الفكره ان الكوبايه دي هتنتشر في اجزاء الغرفه كلها، تمام؟ وتبقى الاوضه بتاعتك عامله زي حقل الغاء، مكان ما تدوس في احتمال ان انت تدوس على الازاز وتتعور. واخد لي بالك؟ وعشان تعالج الموضوع فالموضوع بقى اصعب، لانك محتاج تلم الازاز بالنطاق اوسع بكتير من اللي كان موجود فيه الاول، وممكن ما تعرفش تلمه كله وتدوس برضه في اماكن وتتعور. وكل ما تتجاوز الاجراء كل ما الاجراء العلاجي اللي بعديها يبقى اصعب، كل ما الامور هتتصاعد. تمام؟ فاحسن حاجه واحسن حاجه تعملها ان انت تاخد الاجراء الوقائي. دي اذكى حاجه انت ممكن تعملها بجد، والموضوع ده بيفرق. يعني الموضوع عامل زي الشطرنج يا جدعان، انت ما بتعملش حركه في الشطرنج عشان خصمك هاجمك، لا، انت بتتوقع هجومه وبناء عليه بترص دفاع. فانك تاخد رد فعل من قبل ما الفعل اللي هتعمل له رد ده يحصل، دي احسن حاجه واذكى حاجه حتى لو ما حصلش. فالاجراءات يجب ان تتخذ يا جدعان، دي قاعده، الاجراء يجب ان يتخذ سواء الخطر جه او ما جاش. تمام؟ الاجراءات بقى كتير، يعني في مثلا اللي يقول لك انا هحط الكوبايه في النص، في اللي يقول لك يا عم انا هرمي الكوبايات الازاز كلها من عندي وهجيب كوبايات بلاستيك، فحتى لو وقعت مفيش اي حاجه هتحصل من كل ده وتم حل المشكله. ده اجراء وقائي كبير شويه، بس الاثنين شغالين والاثنين كويسين. فلما يكون في اجراء خده، لما يكون في تحذير اهتم بيه. واخد بالك؟ زي وانت مثلا سايق العربيه، ايه ازاي تضمن ان انت ما تعملش حادثه في الطريق بنسبه على الاقل 80%؟ انك تلتزم بالحاجات المروريه اللي كلنا بنتعلمها وبنتجاهلها بعد ما نركب عربيه عادي جدا ونتعامل في الشارع. زي ان انت تسيب مثلا مسافه بينك وبين اللي قدامك، ما يبقاش مثلا سواق السرفيز لازق في قفل العربيه اللي قدامه، بحيث لو العربيه اللي قدامه وقفت ثانيتين بس هيركب لان السواق مش راضي ياخد الاجراء الاحترازي، مش راضي يعمل حساب ان الراجل اللي قدامه ممكن يقف فجاه. في ناس ممكن تتخطى الاجراءات او تتخطى التحذيرات وتتجاوز وما يحصلهاش حاجه. فالشخص اللي باصص على الناس دي واهتم بكل التحذيرات وما تجاوزش اي حاجه، هيبص على الراجل اللي تجاوز ده ويحس طب ليه؟ طيب ما انا اللي عامل في نفسي كده يا عم، ما تتحرق التحذيرات على الاجراءات على كل حاجه وامشي دغري على طول. تمام؟ الشخص اللي مشي ده هو معرض لاي مشكله من مشاكل اللي تم تحذيره منها. فالشخص اللي تجاوز كل التجاوزات دي وما حصلوش اي حاجه، هو ما حصلوش اي حاجه عشان توفيق من ربنا، عشان محظوظ، بس في احتمال ان كان يحصل له اي حاجه من اللي تم تحذيره منه. تمام؟ ومش معنى ان انت سلكت نفس المسلك اللي هو خده ان انت كمان ما يحصلكش اي حاجه، لا، انت في احتمال وانت بتريسك. نيجي بقى لجزئيه تانية اصلا، وهي جزئيه المخاطره. تمام؟ يعني كده احنا عرفنا اهميه ان انت تتخذ اجراء تجاه حاجه معينه.
سواء اجراء وقائي او اجراء علاجي او ايا كان. تمام. في بقى اهميه ان انت تتجاهل الاجراء. شوف انا لسه دلوقتي انا عمال بناقض نفسي حالا، ازاي انت بتقول الاجراءات مهمه وازاي في نفس الوقت بتقول اهميه تجاهل الاجراء. بكل اختصار المخاطرات مهمه، وفي حاجات كتير ما كناش هنوصل لها ولا كنا هنعرفها الا اذا كنا خدنا مخاطره من نوع ما متجاوزين اجراءات احترازيه، ولكن المخاطره لازم تبقى محسوبه. تمام. في ايه الفوكس ده بايخ قوي، ولكن المخاطرات لازم تبقى محسوبه، واتخاذ المخاطرات ده اصلا ده فن لوحده. يعني ده فن بقى احنا ممكن نعمل سلسله فيديوهات مكونه من 15 فيديو بنتكلم بس عن فن الدخول في مخاطره. ابسط حاجه ممكن اقولها لك دلوقتي هي انك تبقى متوقع اسوأ سيناريو لتجاوز الاجراء ده بس، وتفكر كده هل انت مستعد تقبله؟ يعني فرضا يا عم ان انت تلعب قمار مع واحد وراهنت على $1,000,000 مثلا، وانت معكش غير $50، فانت المفروض ما تاخدش المخاطره دي. ليه؟ لان انت لو خسرتها انت هتروح في 60. ده انت مش مستعد ان انت تتحمل اسوأ سيناريو للمخاطره، ان انت تخسر. هي دي الفكره، انك لو مش قد الامور لو ساءت ولو باظت يبقى ما تخشش الريسك من اساسه. في نوع من الريسكات الامور فيه بتسوء وبتبوظ في اسوأ سيناريو فيه بيحصل، بس اسوأ سيناريو انت مستعد ليه، ولو حصل انت مستعد تتقبل خسائره. انت مستعد تتقبل خسائره وتتحمل نتائجه، وحتى لو مش مستعد انت متقبل على الاقل وعارف ايه اللي هيجرى لك وعارف ايه اللي هيحصل. بس هو ده الفيديو. تذكر دائما ان اسبرين ستظل هي مساحتك المفتوحه لتعبر بها عن رايك بكل حريه. السلام عليكم.